اللهم أنزلنا منزلا مباركا. الله يسعد أوقاتكم ويجبر بخاطركم. الله يعطينا خيره ويكفينا شره، وإن شاء الله بنشوف على وجهه الخير. الله يسعد قلبكم يا أحلى أخوة وخوات. الحمد لله رب العالمين، ما بتضيق غير لتفرج. والله العظيم والله العظيم محبتكم ودعاءاتكم وسألتكم عندي إياها بالدنا. وهي الصفحة هي القناة رح تكون مصدر دخل لأولادي. بتمنى منكم تتفاعلوا معي على القناة وتحضروا الفيديو للأخير، لأنه الفيديو إذا ما بتحضروا للأخير كأني ما عملتوا شي، ويمكن تكون سبب لحتى نغير واقعنا والأولاد. وفي كتير أخبار حلوة وفي كتير أخبار مو حلوة، إن شاء الله رح أخبركم إياها واحد واحد. وبدي نصيحتكم منكم كأخوة. الله يسعد أوقاتكم ويجبر بخاطركم يا رب، وما أنحرم منكم. بعد ما أول شي طلعنا الغراض كلياتهم لبرا، بعد ما كانوا الغراض كلهم جوا والغبرة قاتلتهم، قلنا يلا يا رب. وصحت للولاد سارة وشهد ونور بالمدرسة، يزن ورمضان كمان بالمدرسة، بس كل مين فوجه لحال. وجود بالحضانة، يعني سجلتها بالروضة ثالثة. إذا الله راد سنة الجاي بتصير صف أول. طبعا هون أول شي رح أغسل الحصيرة، كل نهار عم بغسلها مشان تلحق تنشف لحتى نحسن ننام عليها. المي كتير ضعيفة من الخزانات، عبينا الخزانات تعباية، نطرت المي لتجي ما اجت، فدقيت اليوم لأبو المي وطول لحتى اجا، بس اجيت عبيتهم. أول شغلة رح نغسل الحصيرة ونحطها لحتى تنشف. بدها تقولوا لي كيف لقيتي سوريا يا زهرة أحلى ولا لبنان؟ بدي أقولكم شغلة، بالنسبة لوضعي وعيشتي اللي كنت عايشتها بلبنان ترى ما فرقت علي أبدا أبدا. وحاليا أنا بسوريا لسه ما استقريت، فما فيني أقولكم لبنان أحلى من سوريا. لبنان أحلى من سوريا، لا مو أحلى من سوريا. ولا فيني أقولكم لأنه أنا ما كنت مرتاحة. أنا كنت أشتغل من الفجر للنجر، وآخر شي طلعت بتيابي وصرت ألم أجار الطريق لما جيت لهون. بتمنى من كل الله أنه تكون خير بحقي وبداية جديدة بحياتي، وإن شاء الله يتغير واقعي من هالحال لأفضل وأحلى حال. طبعا هذا كله بهمتكم ووقفتكم معي. وتاني شغلة، أنا قلت لكم في عندي كتير أخبار بدي أخبركم إياها. هاي الأوضة كانت يعني المرة كانت رح تزرقها، بس أنا ما رح أطول فيها، رح أعيش فيها شهرين أو يمكن أطلع الشتوية وبعدين رح أتركها. ليش؟ لأنه في أخبار رح أخبركم إياها طبعا بالفيديو التاني بعد ما أشوف تفاعلكم على هذا الفيديو. طبعا هون الأولاد مبسوطين عم يرقصوا، وناس عم ترقص وناس عم تفرح. المهم جينا هون على الرفوف بعد ما خلصنا الأوضة شطفناها وخلصنا، بلشنا بالرفوف اللي بدنا نحط عليهم الجلي والمونة، كمان غسلناهم مسحناهم. حاسة هالأوضة رغم إنها صغيرة ومو مثل ما أنتم متوقعينها، بس إن شاء الله رح تكون سترتنا وتقاوينا وتكون إنها يعني شلون لقلكن الصدق، يعني المكان الدافي اللي رح تعيش فيه أنا وهالأطفال. طبعا في كتير لقطات ما لقطت لكم إياها، بس لأنه كنت تعبانة وصارت الدنيا مغرب والولاد جاعوا وأنا جعت وصرت بدي أطبخ المجدرة. بتمنى منكم تتفاعلوا وتنطروا الجزء الثاني. الله يسعد قلبكم.